بيبدأ الفيلم بلحظة الحيوانات هما وكان بيودعوا البطاريق والقرود، ويقول لهم أليكس هتيجوا تاني. يرد عليهم البطاريق انت صدقت، احنا ضحكنا عليكم، احنا مش جايين تاني. فبيسمع أليكس الكلمة ويفكر في نفسه ويلاقي كل أصحابه عجزوا ويقضوا بقية حياتهم في الغابة دي. ويفوقوا مارتي من الكابوس اللي جاله، ياخدوه الحيوانات يقولوا له إنهم عاملين له هدية بمناسبة عيد ميلاده. بص يلاقي مدينة نيويورك ويقولوا شوف اهو المدينة اهو، اهو الكوبري اهو، اهو التمثال اهو. ويفكروا انهم يرجعوا جنينة الحيوانات ازاي تاني. يقول لهم أليكس احنا مش هنعتمد على البطاريق تاني، احنا هنروح لهم في مونتي كارلو في الجازينو هناك. يقول له ميلمان ازاي الحيوانات يخشوا الجازينو ونروح ازاي اصلا. يقول له أليكس ما تخافش انا ظابط كل حاجة. وفي الناحية التانية البطاريق والقرود بيتنكروا عشان يروحوا الجازينو، وبعد كده يطلعوا الحيوانات من المية بيوصلوا للمينا. يقول لهم أليكس إنهم يروحوا ياخدوا البطاريق عشان يركبوا معاهم الطيارة ويرجعوا نيويورك تاني. ويطلعوا فوق الكازينو، يطلع له من الحتة اللي مستخبين منها ويبص عليهم، يشوف مارتي ست وحشة. يقول مين الولية الجربانة دي؟ يرد عليه أليكس انت فاكرها ولية؟ دول قرود بس متنكرين. وفي لحظة غباء من الحيوانات بيقعوا في المكان، بيشوفوهم الناس بيصرخوا ويهربوا من المكان. واتصلوا الأمن بالظبط دوابة. يقول لها الأمن هناك إنهم لقوا أسد وحمار وحشي وزرافة وفرس نهر، فتفرح إنهم لقوا أسد عشان تاخد راسه وتحطها مع بيت الحيوانات عندها في المكتب. وبيهربوا الحيوانات بالعربية ويجروا. وبتوصل ضربة وبتقول لها الظابط كويس إنك جيتي، تضربه وتقول له اسكت وتشمشم تعرف مكانهم بالظبط. والحيوانات مش عارفين يتحكموا في العربية، وبتجري وراهم ضربة بالموتوسيكل. ويفتح جوليان ظهر العربية عشان يقول لهم إنها مشيت منين، فيفضل يهطر ويعبط ويغيظها، ترشق له مخدر في جسمه يقع. وبعد كده بيسوق مارت العربية ويحاول يتحكم فيها، يبص دوبة جنبه فبيسرعوا عشان يخلصوا منها. ويفضلوا في المطاردة دي كان بالليل لحد ما الحيوانات بينطوا فوق سطح العمارة والعربية كلها على الحرف، فبيطلعوا منها قبل ما تقع. فبيظهر جوليان متخدر، فبتوع العربية في الشارع لكن بتطلع الطيارة بتشيلها ويفرحوا الحيوانات. يبص يلاقي دبوة بتنط السطح بالموتوسيكل وتجيلهم، ويهربوا منها يحاولوا يركبوا الطيارة فبتشعلقوا ويطيروا. فبتمسك دبوة برجل ميلمان وتطير معاهم عايزة تخلص عليهم. فبينزلها أليكس وقصة الحبل اللي ماسكاه تقع في المية وتستحلف لهم، ويفرحوا إنهم خلصوا منها ويرجعوا نيويورك تاني. لكن الطيارة بتتعطل تاني وبتقع بيهم، ويزعلوا إنهم وقعوا تاني من الطيارة. يقول لهم أليكس متزعلوش احنا نركب على دي. بيحس إنه بيقول أي كلام ويسكت. وفجأة بتيجي الشرطة بيجروا، فبيجروا الحيوانات، وبالصدفة هما بيجروا بيلاقوا قطر بتاع سيرك فيه حيوانات. يخبط أليكس على الباب، يطلع له النمر يقول له انت مين؟ ده قطر بتاع سيرك الحيوانات. يقول له أليكس ممكن أركب القطر ده؟ يقول له ما ينفعش ده بتاع حيوانات السيرك. وبيقفل الباب بيتكلم مع الحيوانات اللي جوه. فبيتحرك القطر وبيجروا ورا القطر. يقول له أليكس احنا في السيرك الأمريكي. تفتح له فهدة تقول له بجد؟ يقول لها اه انا اهلي بتوع سيرك. وبتنجزهم وبيطلعوا القطر. يتكلموا معاهم الحيوانات السيرك، في تالي كلب البحر وجيا الفهدة. اما ستيفاني اللي هو النمر مش قابلهم خالص. وبيحاول أليكس على انه كان في السيرك، فبتقشي في تالي كلامه ويمسكه ويزعق له. يظهروا بطريق تاني يقول في تالي دول مين؟ دول جايين تعملوا ايه هنا بالظبط؟ بيندهوا بطريق على القرود وبيتنكروا بست الغنية ويشتروا من صحاب السيرك القطر والسيرك كله بالحيوانات ويتحكموا بيهم. وبيروح جوليان جوه العربية في القطر غريبة، بيلاقوا عربية غريبة بيطلع لهم دبة، فبيقع جوليان في حبها. وفي الناحية التانية الشرطة بتدور على آثار الحيوانات، فبفضل شمة الحس للكابتن دوبوا بتعرف انهم مشوا منين وبيروحوا روما. في السيرك هناك بيجهزوا للعرض، لكن الحيوانات بتوع السيرك بيدوروا على سونيا الدبة، وطبعا هي مش فاضية في قصة الحب اللي مع جوليان. وبيروح أليكس يتكلم مع جاية يقول لها أنا جامد وبان عليا أسد الغابة وكده. ترد جاية أنت بتقول أي حاجة بس كله إلا السيرك. يرجع أليكس خايف يتكلم معاها تاني، ويشوف دبة من صورة العرض بتاع السيرك بتعرف إنهم هنا. فبتجري تلحق يوقعها جوليان هو وسونيا الدبة. فبتيجي الشرطة اللي في روما تقبض عليها. ويبدأ العرض السيركي يلاقوا أليكس الحيوانات بتهبل وبتعمل شغل أي كلام. الحاجات بتقع منهم والأفيال بتقع على الجماهير تفطسهم. بيقدموا عبث والناس مش عاجبها العرض، بيروحوا يضربوا مكان بيع التذاكر عشان عايزين فلوسهم. وبيهربوا الحيوانات في القطر والناس بتجري وراهم عايزين يمسكوهم بيضربوهم بسبب العبث اللي عملوه في العرض. فبيرموا القرود عليهم فلوس يطلبوا بيها. وبتروح الشرطة يطمنوا على ضبة ما يلاقوهاش في الأوضة اللي هم حابسينها. يدوروا عليها يعرفوا إنها هربت، ويدخلوا من الحفرة اللي تحت السرير وتطلع ضبة مستخبية وبتضحك عليهم وتعبسهم. تروح تفتح الكمبيوتر تعمل برنت للأسد أليكس إنه كان في جنينة الحيوانات عشان تدور عليه.
ويزعلوا الحيوانات ويقولوا انتوا اشتريتوا السيرك المعفن ده اللي الناس ما عجبهاش العرض. تسأل جلوريا البطريق عن الفلوس متبقي منها كام، يقولوا لها انهم يشتروا بيها حاجات تافهة جدا. يشوف أليكس ستيفانو كلب البحر بيجري في القطر، بيفتكروا انه بيعمل حاجة في نفسه، يجري وراه عشان يساعده. يقول له فيتالي متقلقش تعالى ورايا، ويدخلوا جوه عربية في القطر يوريله ستيفانو الجوايز اللي كسبوها، ويحكي له عن فيتالي النمر انه كان محدش قده، بيعرض العرض للناس كانت بتستناه بفارغ الصبر، ويقوله انه بقى كده لان الغرور خده لدرجة انه كان عايز ينط على خاتم صغير فيه نار لكن فشل، ومن هنا خسر كل حاجة. فبتركز ستيفانو أليكس انه يعلمهم مهارات السيرك الامريكي عشان يرجعوا زي ما كانوا، ويوافق أليكس. ويجمع أليكس حيوانات السيرك يقول لهم ان هو هيعلمهم مهارات جديدة، ويوافقوا كل ما عدا فيتالي. فبتحايلوا عليه جيا وستيفانو وبيوافق بالعافية. يبدأ مارتي يعلم ستيفانو المدفع، وميلمان وجلوريا بيعلموهم الرقص في الحبل. فبيخاف ميلمان تمسكوا جلوريا وترقصوا فوق الحبل، والحيوانات شغالة الله أكبر. وتقول جيا لأليكس إنه يعلمها حركة الأرجوحة، ويروح أليكس يعلمها وبتتعلم جيا بسهولة معاه. فبيجي البطريق يقول لأليكس إن عندي خبر وحش، لقينا دبة. فيبص عليها يلاقوها بتدور عليهم، فيسألهم أليكس طب هنعمل ايه، يقولوا لازم نمشي دلوقتي. ويحضروا القطر ويروح لندن، ويتحرك القطر ويروحوا لندن. يتأكدوا البطريق ويراقبوا الممول، يلاقي موجود، يدوا الخبر للحيوانات. ويفرح أليكس لأن ده اللي هيرجعهم نيويورك تاني. فيروح يطمن على الحيوانات عشان العرض. يروح يشوف ستيفانو يلاقيه بيعيط، يقول له فين، يقول له فيتالي عايز يمشي. يروح أليكس يتكلم مع فيتالي يقول له هتمشي ازاي، ويديله تحفيز ويشجعه عشان يرجعه. وفين لما يوافق فيتالي، وبيعمل الفقرة اللي فشل بيها اللي هو هينط جوه الخاتم، وبينجح فعلا انه ينط جوه الخاتم اللي فيه النار. ويبدأوا العرض الأسطوري بتاعهم ويعجب الزوار، ويمضوا القرود متنكرين مع ممول على ورقة عشان يرجعوا تاني نيويورك. طب عليهم ضبة تشوف القرود المتنكرة تقول شفتوا الأسد ده، وتلاقيه قدامها فتحاول تمسكهم يضربوها البطريق. وتشوف جاية الورقة تقول لأليكس انتوا كنتوا بتضحكوا علينا كل ده، انكم بتوع سيرك وانتوا اصلكم من جنينة الحيوانات. يقولها ستيفانو وعلمتونا حركة المدفع اللي كنت هتموتوني. ويعيط ويسيبوهم ويمشوا، ويرجعوا أليكس واصحابه نيويورك تاني في جنينة الحيوانات. يقول أليكس طب ما تيجوا نرجع لندن، يوافقوا كلهم لكن بيتضرب عليهم مخدر وبيقعوا. وبيهرب جوليان عشان سونيا، وبيروح عندهم بيشوف البطريق المخدر يسألوه جبتها منين دي، يقول لهم جبتها من جنينة الحيوانات في نيويورك. ويعرفوا انهم قبضوا على الحيوانات. يصحوا الحيوانات ويصحى أليكس يلاقوا نفسهم محبوسين في الجنينة وبيكرموا دوبها. وبتفتح شنطتها بتطلع مخدر قاتل عشان تقتل أليكس. بيجوا الحيوانات بتوع السيرك يساعدوهم، والبطاريق يضربوا دبوة. بتتعصب دبوة وبتتغابى عليهم، بتمسك بأليكس عشان تضربه. يوقعها أليكس في جنينة الحيوانات ويضربها مورتي بالمخدر، ويخلصوا منها. ويرجع الفريق صحاب زي ما كانوا وبيروحوا نيويورك. لكن دوبو والفريق بتاعها يروحوا في مركب مدغشقر زي حملات مراحل في الجزء الأول. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده عشان يوصلك كل الفيديوهات، واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.